كلا، لا تضع بيروكسيد الهيدروجين في السرة. أنا الرائحة المزعجة هنا، لكن هذا السائل سيحررني وينظف المكان. لا ترش هذا البخاخ داخل الحذاء. أنا الرائحة الكريهة هنا، لكن الكلورهكسيدين سيقضي على البكتيريا ويجعلني أختفي. لا تترك الأنبوبة متسخة. أنا مزيج الأوساخ والبكتيريا هنا، لكن الفرشاة مع الصابون ستزيلني بسرعة. انتبه، لا تفرك بيكربونات الصوديوم تحت الخاتم. أنا الأوساخ العالقة هنا، لكن هذا المسحوق سيجعل الخاتم لامعا ويجبرني على الرحيل. أرجوك لا تتمضمض بالماء الدافئ والملح. أنا ألم الأسنان هنا، لكن هذا المزيج سيخفف الالتهاب ويمنحك الراحة. تجنب تجاهل فرصة الرأس، إن تلك التراكمات الدهنية، لكن خل التفاح سيزيل الرواسب من الجذور ويجعل الشعر أنظف. انتظر، لا تستخدم هذا المحلول لتنظيف خلف الأذن. أنا تلك الرائحة المختبئة هنا. هذا المحلول سيزيح الأوساخ وينظف جيدا ويطردني بعيدا. الآن أنتم في المكان الصحيح. هنا ستجدون نصائح مفيدة للحياة اليومية. اخبرونا في التعليقات أي حيلة ستجربون أولا، ولا تنسوا المتابعة.